متابعين قناة زياد أوتو، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة معايا الفيتارا موديل 2021 دي الفول اوبشن. أكتر عربية اتطلبت مني الفترة اللي فاتت، وأنا كنت بس اتأخرت شوية إن أنا أصورها علشان العربية ما كانتش متوفرة، ولكن الحمد لله دلوقتي اتوفرت في الوكالة وقدرت اللي أنا أجيبها لكم وأصورها لكم. طبعا في البداية أحب إن أنا أعمل لكم الدقيقة اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده نقدر ان احنا نبدأ شرح على العربية من جوه ومن بره. نتكلم دلوقتي عن القلب النابض للعربية واللي هو موتور العربية. فبيجي هنا 4 سلندر 1600 سي سي، وبيولد قوة 115 حصان على عزم دوران 156 نيوتن متر. طبعا أقصى سرعة هي 180، وتسارع في حوالي 12.5، وإنما سعة خزان الوقود فبتيجي 47 لتر. طيب طبعا الحلو في العربية دي اللي هي 1600 سي سي، فيعني في ناس كتير كان من مصر او يعني الدول اللي تنفع ان انت تنزل عربيه فيها، فالجمارك بتاعتها تبقى كويسه جدا. فانت منها بتاخد عربيه عاليه عن الارض، وكمان 1600 سي سي فالجمارك بتاعتها بتبقى منخفضه شويه. وبالنسبه للجير فزي ما انا قلت لكم من 6 سرعات مش سي في تي. خلونا دلوقتي نبتدي بشرح واجهيه العربيه. اول حاجه طبعا هنا بنلاحظها الانوار اللي بتيجي هنا فيها لمسه جماليه باللون الازرق، مديها طابع مميز شويه. وطبعا موجود فيها ال LED، ولكن العالي فبيجي هالوجين، وكمان الواطي هنا فبيجي هالوجين مع كمان وجود الاشاره. عندنا هنا فانوس الضباب، وعندك هنا حساسين اماميتين. طبعا الشبكه زي ما انتم شايفين شعار سوزوكي بالكبير كعادة سوزوكي دايما يعني. وموجود هنا عندنا 3 شرط على اليمين، 3 شرط على اليسار. نيجي دلوقتي ونشوف اطارات السياره. بتيجي من نوع كونتيننتال، بيجي 5 صواميل 17 انش، لونها رمادي. هنا الجزئيه دي جايه كده شكل جمالي يعني، مع قطعه من الكروم. طبعا يميز العربيه دي التو تون، حتى لون المرايه ذات نفسها جايه بنفس لون السقف. وبيجي طبعا فيها الاشارات بالمرايه. ده جنب العربيه. طبعا دي اللي هي دفع امامي بس، وانما في واحده تانية اللي هي الصفرة دي دفع رباعي، نفس المواصفات بالظبط، اللهم بس اللي بتختلف فيه الدفع الرباعي، لكن دي دفع ثنائي. وكمان طبعا السعر بيختلف. نيجي لخلفيه السياره، بيجي هنا عندنا ال LED. الشكل ده محسن، مش هقول لكم ان هو جديد بالكامل، ولكن محسن شويه. بيجي عندي 3 شرط LED، ومعتم شويه كانها محطوطه كده باللون اسود شويه كده. وطبعا هنا عندنا الاشارات فبتيجي هالوجين عاديه. بصمه الفيتارا على اليمين، بصمه سوزوكي على اليسار. موجود عندنا هنا الكاميرا الخلفيه مع فانوس الضباب. الاكزوست على اليمين، و4 حساسات خلفيه مع وجود العواكس. اللي عجبني فيها انا دايما ما بحبش العربيات تكون موجود فيها الجزء الاسود ده، تمام؟ ولكن هنا كسروا الحته دي شويه، بمعنى ايه؟ ان هم خلوا الجزء ده جزء لماع شويه، وجاي زي ديفيوزر كده شكله رياضي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. فخلى الشكل حلو ما بين اللون بتاع السياره، ما بين اللون الاسود واللون الرمادي، يعني عمل زي خلطه كده. الاكسدام الخلفي خلاها شكله بالمنظر ده شكل حلو. صفية البترول كعادة سوزوكي دايما ممتاز. 17.5 دي موديل 2021، طبعا دفع امامي 1600 سي سي، وتصنف هاتشباك.
زي كروس اوفر يعني مرتفع على الارض زي ما انتم شايفين كده. طيب خلونا دلوقتي نبتدي شرح على مواصفات السيارة من الداخل. طبعا عندنا هنا دخول ذكي، باب السائق. طبعا اول حاجه بنلاحظها في باب السائق هنا الجزء ده موجود بالجلد. الحاجه اللي عجباني كمان ان هنا جايه شموع، واقول لكم ليه دلوقتي في الخلطه دي ما بين الجلد وما بين الشموع. هنا طبعا جاي بلاستيك طبيعي جدا. عندي مرايات ضم، تحكم بالمرايات في الجزء ده من الباب مش من الجزء الامامي، ودي برضو نقطه كويسه. هنا بالكروم اللي عندي ده موجود. هنا كمان مساحه تخزين كبيره نوعا ما مع 6 سماعات. انما كراسي السياره ما بتجيش تحكم الكهربائي ولكن بتيجي تحكم يدوي. ولكن هنا شايفين جلد مع هنا شموع بتطويزه كده جايه بشكل فخم وبشكل انيق، شكل بجد حلو. يعني شكل العربيه دي، كراسي العربيه عجباني جدا. مش مدح في العربيه بس وكده وخلاص، لا هي فعلا شكلها حلو. يعني هجربه كده، بس المشكله الوحيده يمكن ان هي بتيجي بس باللون ده، ولكن حتى اللون ده شكله حلو عليها. هنا جاي بني غامق شويه او مدي بني داخل على موفي شويه، وهنا لون اسود مع تطريز الابيض، مدي كده تداخل وتناسق في الالوان، شكله حلو. طيب على يسار السائق هنا عندنا فانوس الضباب، تحكم بفوانيس الضباب، وكمان التراكشن كنترول والباركنج سنسور، الحساسات الاماميه والخلفيه. مساحه تخزين طبيعيه خالص، ممكن تحط فيها الموبايل ولا حاجه. وهنا زي ما انتم شايفين كده الجزء ده التخشيب ده جاي لون رصاصي مع نقط سودا كده، برضه مدي كانه الومنيوم كده، شكله حلو. شغل الاضاءه، طبعا الاضاءه هالوجين عاديه خالص. اول حاجه طبعا بنلاحظها هنا الستيرنج ويل، فبيجي بشكل ثلاثي. على اليسار هنا تحكم بالشاشه الوسطيه، وهكلمكم عنها بعد شويه لان دي حاجه برضه بتميز العربيه دي. فالجزء ده على اليسار بيجي عندي المود، وكمان التحكم بالتريكات والارتفاع وانخفاض الصوت. على اليمين عندي هنا الكروز كنترول من الجهه دي، وعندي هنا الدبل شيفتس خلف الستيرنج. في السيجمنت ده في الاخر هتعرفوا سعر العربيه والمواصفات بتاعتها ممتازه العربيه دي، تمام. طيب هنا اضاءات اوتو، ولكن هنا تميز كمان ان فيها اوتو بالشكل ده. طبعا مساحات اماميه وخلفيه، وعدادات السياره فبتيجي 220 يعني تانك البترول، وعندي هنا الار بي ام وحساس درجه الحراره. طبعا الشاشه هنا 3.5 انش، تقدر تتحكم منها من خلال الزرار اللي موجود هنا. عدد الرحلات قد ايه انت سوقت بالظبط، موجود فيها البوصلة، موجود بيها الباور والتورك، كل الخواص اللي انت تقدر تعرفها بالظبط. شاشة ملونة والخواص اللي بتظهر فيها بسيطة نوعا ما. طيب المخارج المكيف جاية بشكل دائري، حتى بالنص هنا جاية بشكل دائري. في ساعة هنا بالمنظر ده. فعندك هنا الشاشة دي 12.5 انش، كنت صورت قبل كده الجيمني كمان كان فيها نفس الشاشة دي. الشاشة دي افتر ماركت ولكن كواليتي عالية قوي، فيها اندرويد طبعا، كأنك حاطط بالظبط تابلت في العربية زي ما انتم شايفين. تحط يوتيوب، فيها تي في، فيها كمان نافيجيشن، فيسبوك، تقدر تنزل كل الابس اللي انت عاوزها من بلاي ستور، كل حاجة. التحكم بارتفاع وانخفاض الصوت. هنا الباك، عندك النافيجيشن. من الاخر يعني عندك الشاشة دي تخليك ان انت اصلا تمسك الموبايل خلال الرحلة بتاعتك او خلال يعني سواقتك يعني. تمام. ننتقل لاسفل الشاشة ونلاقي هنا زر الرباعي، وكمان التحكم بالمكيف مش بيجي دول زون ولكن بيجي الكتروني. في شاشة من جوه كده زي ما انتم شايفين. عندنا بالاسفل هنا مساحات تخزين، ممكن تحط موبايلين ولا حاجة. عندنا كمان 12 فولت ظهرت كده. والجير فبيجي جير اوتوماتيك من 6 سرعات. كتير قوي بيقولوا لي هل الجير اوتوماتيك ولا مانوال. هو بصوا في دول الخليج عموما بيجي
معظم الاوقات بيجي الجير فبيجي اوتوماتيك مش مانوال. في مساحه تخزين هنا للمفتاح ولا حاجه، للمفتاح يعني التفاصيل الصغيره دي بتبقى حاجه مميزه وحاجه كويسه. عندك هنا 2 كاب هولدرز، واحده مرتفعه وواحده منخفضه. عندك كمان الهاند بريك. طيب هنا بيجي مكتوم في زي طبقه جلد كده رفيعه موجود عليها. واذا جينا اتكلمنا على الجراف بوكس، بيجي هنا وصلة اليو اس بي اذا كنت عايز توصل حاجه بالشاشه، وكبيره وعميقه نوعا ما بالشكل ده. الكتيب بتاعها بالاعلى هنا طبعا زي ما انا قلت لكم ان هنا البطاقات بتيجي هالوجين، وعندي كمان هنا المرايه ما بتجيش تعتيم. الشماسات، شماسه مع اضاءه ومرايه، ونفس الكلام بالظبط مع الراكب مع اضاءه ومرايه. ما فيهاش فتحه سقف، ولكن الحلو فيها ان جاي مسند وسطي. طبعا المسند الوسطي ده ممكن تقدمه ممكن ترجعه طبعا مساحة تخزين بالداخل. كان المفروض فيها هنا كانوا يحطوا فيها بس يو اس بي ولا حاجة، ولكن كده اصلا حط لك اليو اس بي بالداخل هنا. طيب دي اهم المواصفات من الداخل. خلينا بقى ننتقل لخلف السيارة، ولكن بس قبل ما انا امشي، وكنت قلت معلومة قبل كده عن الجيمني بالنسبة للشاشة. فالجزء ده لازمته ايه؟ لو ماشي وراك عربية شرطة او اسعاف او حد تبع الجيش ايا كان، الشاشة دي بيقدروا ان هم يدخلوا من خلالها، او بيقدروا ان هم يبعتوا رسالة يعني ليها ان هو لو سمحت تجنب المسار ده وروح مسار تاني مثلا، عشان توسع للعربية دي وتسيب لها يعني الطريق انها تعدي. ف يعني الحاجات التفاصيل دي ساعات بتبقى مهمة وساعات بتبقى حلوة قوي. طبعا فيها نظام الانذار ضد السرقة، والباب فين الباب يجي طبعا بلاستيك، كل ده بلاستيك، بس ده طبيعي يعني معظم العربيات في السيجمنت بتاعها بيجي الباب الخلفي نوعا ما بلاستيك. وهنا فيها زي تخشيب كده، حاولوا هم يجملوا شوية في شكل الباب. وهنا عندك طبعا كروم ومساحة اللي ممكن تحط ازازة كبيرة ولا حاجة، مع السماعات بالاسفل. الكراسي هي نفس شكل الكراسي الامامية بالظبط. دلوقتي لو هنا جاي واخدة شوية توتون. المساند هنا مساند الرأس تيجي مش فيكسد، تيجي متحركة، لكن بتنزل تحت خالص بحيث ان هي تسيب لك مساحة للرؤية بالخلف. أحزمة أمان للراكب في المنتصف، ولكن في حزمين تانيين للركاب بكل جانب. كالعادة دايما بقول انه اللي عاجبني في اسلوب سوزوكي الكواليتي اللي بيخلوه في العربية. يعني انا عايز اقول لكم ان العربية دي محققة نجاح كبير جدا 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 في الدول الأوروبية. والصناعة على فكرة صناعة من المجر، يعني دي صناعة من المجر، لكن هي طبعا شركة يابانية. طيب على العموم عندي هنا مساحة كويسة. لو انا جيت قعدت مستقيم شوية فعندي هنا مساحة لا بأس بها يعني. أتمنى يكون في مكيف خلفي، ولكن العربية مش كبيرة قوي يعني. فأنا من وجهة نظري دايما بشوف إن العربيات اللي مش كبيرة حتى لو افتقد للمكيف الخلفي عادي يعني، مش حاجة هتضرني قوي يعني. لأن أصلا المكيفات الخلفية في العربيات الصغيرة دي ما بيبقاش بالقوة الكبيرة قوي، لأنه مش بيبقى منفصل عن المكيف الأمامي، لا بيبقى واخد من قوة المكيف يعني. طيب في مساحات زجاجية بالخلف. مساحات عموما الزجاجية مساحات كبيرة مش صغيرة، مع وجود كمان هنا أماكن إذا كنت هتعلق البدلة بتاعتك أو حتى الكندورة أو أيا كان. هنا عندي إضاءة طبعا هالوجين، ما فيهاش مسند وسطي، ولكن ده يعني الكرسي ده منفصل عن الجزء ده بحيث إن أنت تقدر تطوي الكراسي. نيجي لشنطة السيارة دلوقتي، وعندك طبعا زر بالخلف بتاع الشنطة. هكتب لكم المساحات الخلفية للعربية دي دلوقتي هتظهر عندكم في الشاشة. زي ما انتم شايفين مساحة لا بأس بها أبدا. عندي هنا طبعا الشيلد اللي ممكن تشيله في أي وقت حبيت يعني
تعلي الحمولة شوية لفوق. عندك هنا مساحات تخزين في الجهتين، لكن الجزء ده مرتفع. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا ممكن انزله عادي خالص بحيث اخفض الجزء ده. هو الحركة دي معمولة يعني علشان شفة التحميل تكون متساوية مع الجزء ده، بحيث ان ايه يعني لو انت حاطط حاجة تتجر ولا حاجة تكون سهلة بالنسبة لك، مش لازم ان انت تشيلها ويكون تعب عليك. وهنا اضاءة بالخلف مع وجود كمان 12 فولت، يبقى الماكس 120 واط. بنتكلم دلوقتي عن مواصفات الامان اللي في العربية. 5 أحزمة امان، 6 وسائد هوائية، حساسات امامية وخلفية، وكمان عندي الايزوفيكس، ABS، EBD و ESP. دي مواصفات الامان اللي موجودة في العربية، وكمان حساس ضغط الاطارات. وبالنسبة لمفتاح العربية فبيجي بالشكل ده، اغلاق وفتح بس. وبالنسبة لأسعار العربية اللي معانا النهاردة فدي اللي هي 2 wheels drive بس، اللي هي دفع أمامي فقط، فدي بتيجي ب 71,500 درهم إماراتي. طبعا السعر ده شامل اللي هي تبقى 2 تون، يعني لون السقف والمراية بيجي بلون مختلف عن العربية. ولكن لو انت عاوز السقف يجي بنفس اللون بدل بتاع العربية، يعني اللون الأحمر، فهينقص من السعر 1500 درهم. ونفس النظام بالظبط على اللي هي الدفع الرباعي، بس بتيجي السعر 77,500 درهم إماراتي. وطبعا برضو السعر بينقص 1500 لو انت هتشيل حكاية التو تون. وبالنسبة لضمان العربية فبيجي 7 سنوات مفتوح عدد الكيلومترات، وطبعا الضمان شامل الماكينة والجير وكمبريسور بتاع المكيف. وارقام التواصل هكتبها لكم تحت في الكومنت المعلق. وبس اذا لكم اي استفسارات اكتبوها تحت في الكومنتات. وفضلا اذا امرا طبعا تعملوا لايك، لان اللايك بيساعد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واستنوا كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه. سلام.